لكن ليه السرية دي؟ وليه العالم كله بيتكلم عن المكتبة دي وكأنها صندوق أسرار مغلق على الحقيقة؟ في قلب العاصمة الإيطالية روما، وتحديدا داخل أقدس مكان في العالم المسيحي، موجود واحدة من أكثر الأماكن غموضا وسرية على وجه الأرض. مكان لا يسمح لأي إنسان بالدخول إليه إلا بعد شروط صارمة وتحقيقات دقيقة. هاخدكم النهاردة في أصغر دولة مستقلة في العالم من حيث المساحة وعدد السكان. الفاتيكان هي واحدة من أكتر الدول شهرة وتأثيرا، خصوصا في المجال الديني. الفاتيكان موجودة جوه مدينة روما في إيطاليا، يعني نقدر نقول إنها دولة جوه دولة، مستقلة تماما عن حكومة روما، وهي مقر الكنيسة الكاثوليكية بالعالم. عدد سكانها أقل من 1000 شخص، معظمهم رجال دين وحرس سويسري موظفين بالكنيسة. أشهر معالمها كاتدرائية القديس بطرس وساحة القديس بطرس والكنيسة السيستينية ومكتبة الفاتيكان اللي هاخدكم في رحلة دلوقتي فيها. المكتبة المحرمة في الفاتيكان، أو كما يعرف رسميا باسم الأرشيف السري الرسولي. لكن ليه السرية دي؟ وليه العالم كله بيتكلم عن المكتبة دي وكأنها صندوق أسرار مغلق على الحقيقة؟ وارتبط اسم المكتبة بالتاريخ والسياسة. في الحقيقة هي مش مكتبة عادية فيها كتب للقراءة، دي أرشيف مغلق في ملايين الوثائق الأصلية اللي بتعود لقرون مضت، مخفية وممنوعة من التداول. داخل الأرشيف موجود عدد كبير من مراسلات بين البابوات وملوك أوروبا من مئات السنين، ومحاضر لمحاكم التفتيش اللي تعذب فيها آلاف البشر، ووثائق عن الشعوب القديمة اللي انقرضت، وكمان مخطوطات عن الحضارات المصرية والكلدانية والبابلية. واللي أثار الغموض أكتر، موجود أخطر كتب السحر وتجارب عن الأرواح وأبحاث عن الخلود. بيقال إن في أكتر من 35 ألف ملف، ومجموع أطوال الأرفف بيصل ل 85 كيلومتر تحت الأرض. طيب ليه السرية وليه العالم ممنوع يقراهم؟ رغم إن الفاتيكان بيقول إن الأرشيف مش سري، وده من خلال إن البابا فرانسيس عام 2019 أعاد تسمية الأرشيف باسم أرشيف الفاتيكان الرسولي، وده طبعا في محاولة منهم لتخفيف الالتباس المرتبط بكلمة سري. ومع ذلك القيود المفروضة للوصول إليه لا تزال تمنح الأرشيف صفة المكان المحظور، وعشان تقدر تدخل لازم تكون باحث معتمد ومعروف عالميا، وتقدم طلب رسمي توضح فيه الوثيقة اللي انت عايز تشوفها بالاسم والتاريخ، ولو اتوافق بتدخل غرف تحت رقابة وممنوع التصوير. وفي باحثين قالوا انهم قدموا طلب للزيارة وفضلوا سنين مستنيين الرد، وفي الاخر اتقال لهم الوثيقة غير متاحة. عام 1998 راهب ألماني شاف وثيقة غريبة عن مولود من الجن، وبعدها بأيام اتقال انه مات فجأة، وساب وراه جملة مكتوبة بخط ايده: ما رأيته لا يجب أن يراه أحد. ويقال موجود هناك خريطة قديمة محفوظة في الأرشيف بتوضح إن الأرض مسطحة، وبتدل على قارة ضايعة مكانها مش ظاهر على أي خريطة حديثة. والخريطة دي مذكور فيها أسماء لحضارات قديمة بالتفصيل زي الحضارة المصرية. ويقال أيضا إنها بتناقش تفاصيل عن كائنات فضائية زارت الأرض، ولقاءات بين البشر وكيانات من عالم تاني. في كتير من المفكرين بيعتقدوا إن المكتبة بتخفي أسرار عن تحريف التاريخ وبعض الديانات، وحقائق عن ديانات قديمة اندثرت وعلوم اتمنعت عشان تفضل السلطة في إيد فئة معينة. وفي اللي بيقول إن في وثائق ممكن تدمر الإيمان الديني لو خرجت للنور. هل المكتبة دي مجرد أرشيف تاريخي حساس، ولا هي فعلا صندوق أسود مخفي فيه أسرار العالم؟ هل الحقيقة جوه ومحدش عايزنا نوصل لها، ولا الكلام ده كله مجرد حكايات وتضخيم مواضيع؟ لكن المؤكد إن اللي جوه ما نعرفوش، إنك مش هتدخل بسهولة، وحتى لو دخلت مش هتشوف غير اللي هم عايزينك تشوفه. ده كان موضوعنا عن المكتبة المحرمة، مكان غامض مقفول ورا ملايين الصفحات اللي ممكن يكون فيها سر البشرية كلها. وهسيبك مع أهم سؤال من وجهة نظري: لو الحقيقة جوه والكلام ده كله صح،
هل العالم فعلا مستعد يسمعها؟ هستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير علشان دعمكم بيفرق معايا جدا. سلام.